السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة بسكوت العيد الاقتصادي بأقل إمكانيات موجودة عندك، يعني بدون بيض ولا حليب ولا حتى زبدة. وهتعمليه إن كان بالمكنة أو حتى بالكيس، دايب وناعم وخفيف وهش بطريقة مش معقولة، وبرسمة ثابتة مش هتروح بعد التسوية، وبطعم وريحة البرتقال بدون إضافة أي كمية برتقال تماما. من أحلى وأجمل أنواع البسكوت اللي ممكن تنفذيها. يلا بينا نشوف الطريقة على طول، بس يا ريت ما ننساش اللايك وشير لكل حبايبنا. أول حاجة هنسمي بسم الله، وأول حاجة هنعملها هو تحضير المواد الجافة. عندي نص كيلو من الدقيق، ما يعادل 500 جرام من الدقيق متعدد الاستخدامات. شلت منه معلقة هرمية كبيرة وهعوضها بمعلقة كبيرة من النشا. وفايدة النشا هنا انه هيديلي القرمشة والهشاشة المطلوبة للبسكوت. وكمان هنزل عليهم بربع معلقة صغيرة او رشة من الملح، وهقلبهم كويس جدا. وبكده تكون المقادير الجافة جاهزة معايا. عندي بقى طبق عميق او بولة كده، هبتدي ان انا انزل فيه بكوباية كبيرة من السمنة، والسمنة هنا بدرجة حرارة التلاجة. مهم جدا واحنا بنشتغل كده بالسمنة ان احنا نكون مبردينها في التلاجة شوية، وهيدينا النعومة المطلوبة للبسكوت. فمهم جدا جدا لو هتشتغلي بسمنة يبقى تكون بدرجة حرارة التلاجة. كمان عندي كوباية الا ربع من السكر البودر، ما يعادل 150 جرام لو هنوزنهم بالميزان. تقدر ان انتي تطحني السكر في البيت او تشتريه جاهز، مفيش اي مشكلة. هنا هنفتت كده السمنة بتاعتنا، وهندمجها كويس جدا مع السكر البودر عشان واحنا بنضربها كده نقلل من كمية التطاير بتاعها، او ان هي ما تطرش مننا كده او تتبهدل واحنا بنضربها. حضرنا هنا بقى المضرب الكهربي، وتقدري عادي تستخدمي ايدك او حتى تستخدمي المضرب اليدوي، ولكن عشان السرعة انا استخدمت هنا المضرب الكهربي. وهضرب كويس جدا السكر مع السمنة لحد كده ما يكون القوام كريمي، وكمان الخليط لونه يفتح معايا كده ويكون اشبه بالكريمة. هنضرب كويس جدا، وعايزين ان السكر والسمنة يندمجوا تماما، وكل شوية كده بنفصل المضرب وبنبتدي ان احنا نلم الجوانب كده عشان السمنة نتأكد تماما ان هي انضربت كويس جدا، ونحصل على الخليط الكريمي اللي بقولكوا عليه. هنضرب كده بالشكل ده كده. ممكن الخطوة دي تاخد معاكي شوية، حوالي 10 دقايق، ولكن عشان تاخدي النتيجة المطلوبة والنتيجة في النهاية تكون مرضية. وزي ما قلنا كل شوية كده بنوقف المضرب أو بنوقف ضرب، وبنلم كده المكونات، وفي النهاية بنحصل على الخليط اللي حضرتك شايفاه ده. معايا كمان هنا 40 جرام من الزيت النباتي أو حتى زيت التموين، ما يعادل ربع كوباية ناقصة معلقة كبيرة من الزيت، وهنضربهم كويس جدا. وفايدة الزيت هنا بيديني قرمشة وهشاشة كده للبسكوت بتاعنا، يعني السمنة بتديله نعومة والزيت بيديله القرمشة المطلوبة. بنقلبهم كويس جدا لحد الزيت ما يندمج مع بقية المكونات. وهنا بقى عندي المكون اللي هيديلي نفس لون بسكوت البرتقال، ولكن مش برتقال. معايا هنا كوباية الا ربع من بيوريه المانجا، وتقدري لو انت حابة تستخدمي حليب او لو عندك برتقان تقدري ان انت تضربي البرتقان كده او تعصريه في الخلاط بدون اي مية او سوائل. انا هنا ضربت المانجا وما كانش عليها اي سوائل نهائيا، وكمان نزلت عليهم بنص ازازة من ريحة البرتقان، يعني حوالي معلقة كبيرة من ريحة البرتقان عشان تدينا الريحة بتاعة البرتقان بالظبط زي ما تكوني اضفتي كده ريحة برتقان أو أضفتي برتقان فريش. وهنقلبهم كويس جدا لحد كده ما يختلطوا تماما مع باقي الخليط. بنلاحظ بقى ان ريحته بتقلب حرفيا، ولونه كمان بيكون بالظبط زي بسكوت البرتقال، ما يختلفش عنه اي شيء تماما. ولكن احنا هنا زي ما قلنا ما ضفناش اي نوع من انواع البرتقال. هنبتدي بقى ننزل بالمواد الجافة اللي كنا حضرناها في البداية، وكمان هننزل عليهم كده ب نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ما يعادل 5 جرام من البيكنج باودر. ومهم جدا جدا انك ما تزوديش عن 5 جرام من البيكنج باودر عشان رسمة البسكوت تكون واضحة معاكي بعد التسوية، يعني عشان الرسمة تكون ثابتة وواضحة وما تروحش بعد التسوية. وطبعا هنقلبهم كويس جدا كده بالمعلقة او بايدينا،
وإحنا هنا مش بنعجن تمامًا، إحنا بس مجرد إن إحنا بنلف كده المواد الجافة مع الخليط بتاع السمنة والسكر، ومجرد إن هُم يندمجوا والدقيق يختفي تمامًا، بنرفع إيدينا تمامًا، وهنلاحظ إن العجينة بتكون طرية وده القوام المطلوب، لإننا هنا لو حابين إن إحنا نشكّله بالكيس هنشكّله، ولو حابين إن إحنا نستخدم المكنة يبقى هنريّحه كده حوالي 10 دقايق وهنشتغل فيه بعد ما يرتاح شوية. أمّا لو هتشتغلي بيه الكيس الحلواني يبقى هتشتغلي بيه على طول ومش هتريّحيه تمامًا، يعني العجينة دي تمشي معاكِ بالكيس أو تمشي بالمكنة، والطريقة بتاعتها هتكون سهلة جدًا والمكونات ما شاء الله اللهم بارك. أنا بصراحة هنا لإني عندي مشكلة في إيديّا فهاشتغل بمكنة البسكوت، لكن حضرتِك لو مش متوفر عندِك الماكينة تقدري إن أنتِ تشتغلي بكيس الحلواني لو حابة. طبعًا كلنا عارفين ماكينة البسكوت وطريقة تشغيلها، ما فيش أسهل ولا أبسط من كده. بنبتدي بقى إن إحنا ناخد كده قطعة البسكوت، طبعًا الحجم اللي حضرتِك بتحبيه، إن كان يعني أكبر من كده أو أصغر من كده، يعني حوالي 4 صوابع كده أو 5 صوابع، وبنرصهم كده بالشكل اللي حضرتِك شايفاه. المهم عندنا شوية ملاحظات، لو حسيتِ إن العجينة بتجري معاكِ إن كان في الكيس أو في الماكينة، يبقى كده العجينة خفيفة ومحتاجة معاكِ شوية من الدقيق، فبتضيفي لها معلقة، معلقة كده لحد ما تضبط معاكِ في الكيس أو المكنة. وكمان لو حسيتِ إن العجينة بتتقطّع وأنتِ بتشتغلي فيها، يبقى محتاجة شوية سوايل، هتضيفي لها إما مَيّة أو برتقان لو عندِك عصير برتقان أو مانجا زي ما ضِفنا، عصير مانجا أو بيوريه مانجا أو حتى حليب، يعني أي كمية سوايل عشان تضبطي العجينة معاكِ. ومهم جدًا، جدًا لو هتضيفي سوايل عشان تضبطي العجينة وما تتقطّعش معاكِ، يبقى هتضيفي كده معلقة، معلقة وما تضيفيش كمية كبيرة عشان العجينة ما تسيلش منِّك أو تكون سايلة وبعد كده ترجعي تضيفي لها دقيق، فطبعًا المقدار كده هيبوظ منِّك. طبعًا تشكيل الماكينة ما فيش أسهل ولا أسرع منّه، وزي ما قُلنا لو حضرتِك عندِك بقى الكيس الحلواني وحابة تشتغلي بيه ما فيش أي مشكلة. وبنخلّص كل الكمية اللهم بارك من نُص كيلو دقيق هتطلّع معاكِ حوالي كيلو إلا ربع أو كيلو كمان من البسكوت، وما خدش معانا وقت وطريقته سهلة وبسيطة. وفي الوقت ده إحنا بنحضّر الفرن بتاعنا، الفرن بيكون ساخن على درجة حرارة 160، بنشغّل من تحت بس، وأول ما بياخد لون كده دهبي من القاعدة بنبتدي نشغّل الشواية، طبعًا مع المتابعة المستمرة، ما بياخدش أكتر من 15 دقيقة للصاج الواحد في الفرن، وبيطلع معانا بالشكل اللي حضرتِك شايفاه، بيكون هش ومقرمش، والأهم من كده الرسمة بتاعته ثابتة، لإننا ضبطنا مقدار البيكنج باودر، وما احتاجناش كمان إن إحنا نضيف أي كمية نشادر، وريحته قالبة الدنيا حرفيًا، وكمان اقتصادي لكل حبايبنا اللي عندهم مشكلة في البيض، سواء إن هم بيتحسسوا منه أو حتى إن هو يكون غالي شوية. كده الفيديو بتاعنا يكون انتهى، يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب لقناتي تايهة في المطبخ، والسلام عليكم ورحمة الله.